هل تملك التاس المحكمه الرياضيه ان تنسف لوائح الكاف الكونفدراليه الافريقيه اللي هي واضحه وضوح الشمس في فصول المواد 82 و 84؟ هذه المواد في لائحه رسميه يعمل بها الاتحاد الافريقي منذ سنين مضت. هذه المواد القانونيه التي بموجبها لجنه الاستئناف في الكاف لغت قرار لجنه التاديب ومنحت المغرب فوزا مستحقا بقوه القانون 3-0 بعد واقعه الانسحاب التي شاهدها الجميع على شاشه التلفزيون يوم اللقاء. النهارده هنفتح الملف ده والنزاع القانوني وما هو موقف المغرب قانونا. وعايز اقول لاخواتي المغاربه ان تناموا ملء جفونكم اطمئنانا ان الكاس قادم. قلت لك قبل كده هيتسحب الكاس وحصل، والنهارده بقول لك الطعن الذي قدمه السنغال والذي كانت عناوين الكثير من محطات التلفزيون والقنوات وبرامج قبول استئناف. يا جماعه كلمه قبول استئناف دي بعد ما تنتهي اللجنه او المحكمه او لجنه الاستئناف لجنه التحكيم، المحكمه التاسعه محكمه التحكيم على فكره يعني محكمين، بعد ما تنتهي تقول في القرار بتاعها قبول الاستئناف جزئيا او كليا او رفض الاستئناف. فعندما تطلع المحطات والبرامج قبول استئناف السنغال بيدي انطباع في الخلفيه كده في الباك مايند ان السنغال خلاص يعني هيتلغي القرار او هناك يعني 50% 50%. لا، الطعن امام محكمه التاس طعن يقدم، وادي محكمه التاس اهي نشوفها مع بعض. دي محكمه التاس، وده فاكر لما قلت لكم اما يبداوا يحطوها على القوائم هجيب لك القوائم واوريها لك حالا، هتشوفها دلوقتي معايا، خليك معايا. معلش احنا بس عندنا يعني سبحان الله يعني يابا لا اله الا الله. طيب عشان بس الناس تشوف معانا الايه الموضوع بالكامل كده. خلاص، ده الموقع الرسمي لمحكمه التاس، وده البيانات الاعلاميه اللي بتخرج منها. قالوا امبارح سجلت محكمه التحكيم الرياضي استئنافا من السنغال لكره القدم. اديني كلمه قبول دي فين؟ يعني ايه قبول؟ القبول ده في القرار. اللجنه بعد او المحكمه او لجنه التحكيم بعد ما بتدرس الموضوع بتقول في الحكم بتاعها ايه؟ قبول الاستئناف كلي او جزئي، ممكن يبقى جزئي ويرفض جزء، او رفض الاستئناف. فما فيش في محكمه التاس اي كلمه معناها قبول. ما فيش حاجه اسمها قبول استئناف، في حاجه اسمها انك انت خلال 21 يوم من تاريخ القرار اللي طلع من لجنه استئناف في الكاف من حقك انك انت قطعا اسمها قدم طعنا على قرار لجنه الاستئناف الخاصه بالكاف. فكلمه قبول دي مش موجوده يعني. طيب طلعوا بيان رسمي، ادي البيان الرسمي. اتفضل يا سيدي باللغه الانجليزيه، انا ترجمه لكم وهنتكلم فيه مع بعض. البيان الرسمي ده بيقول ايه؟ بيشرح اللي حصل، ميديا ريليس، تصريح صحفي موجود، وده من واقع سجلات تاس المحكمه الرياضيه اللي اسمها تريبيونال اربيتريال ديسبورتس، يعني محكمه التحكيم الرياضي، دي اربيتريشن يعني دي لجنه تحكيم. وهتنظر الموضوع، هقول لك المواعيد ايه والحد الاقصى المواعيد ايه واللي هيحصل ايه، كل ده هنقول لك مع بعض واحنا بنشوف الحلقه دي معاك. طيب يبقى تعالى نتكلم بقى. قالوا ايه في الميديا ريليس ده؟ محكمه التحكيم الرياضي في بيان اعلامي عن كاس الافريقيه المغرب 2025، وقالت محكمه التحكيم الرياضي ان هي تم تسجيل استئناف خلاص السنغال او اتحاد السنغال لكره القدم. وبيقول لك في لوزان يوم 25 مارس امبارح محكمه التحكيم الرياضي اللي هي بيسموها سي اي اس اللي هي كاس، هي كاس وتاس نفس المكان يعني، استلم استئناف مقدم من الاتحاد السنغالي لكره القدم ضد الكونفدراليه الافريقيه لكره القدم كاف والجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم. يتعلق الاستئناف بقرار صادر عن الكاف بتاريخ 17 مارس 2026 يقضي باعتبار المنتخب السنغالي خاسرا بالانسحاب في نهائي كاس افريقيا، وتسجيل المنتخب المغربي كفائز نتيجه 3-0. يسعى استئناف الاتحاد السنغالي اللي سجلته المحكمه بتاريخ 25 مارس 26 الى الغاء قرار الكاف واعلان الاتحاد السنغالي فائزا بكاس افريقيا. ده اللي هم طالبينه في استئنافه. كم يتضمن يعني الطلب اللي قدمه تعليقا فوريا، بيطلب كمان تعليق فوري لمده زمنيه محدده في مذكره الاستئناف لو تسليم الكاس، عايزين وقف تسليم الكاس لحين الفصل من التاس. وده اسمه ايه؟ اسمه عنصر الاستعجال في الطعن بالاستئناف. يعني مثلا انا بطعن على قرار او في المحكمه بطعن على حكم او بطلب من المحكمه ايه وبصفه مستعجله الامر بوقف تنفيذ الحكم المطعون عليه او القرار المطعون عليه لحين الفصل في اصل الايه؟ النزاع. وده امر بيطلب من المحكمه لها ان تقبله ولها ان ترفضه. ومن واقعات محكمه التاس على مدار سنين مضت نادرا اما بيتم وقف التنفيذ. طيب هل القرار ده فوري التنفيذ؟ طبعا. قرارات لجنه الاستئناف في الكاف واجبه النفاذ بمجرد المنطوق، مش الحيثيات كمان زي ما بيقول السنغال اللي هم مش عاوزين يسلموا كاس الا لما ياخدوا الحيثيات. لا، القانون ما بيقولش كده، بمجرد المنطوق. تمام. طيب وقالوا ان هم هيتم تعيين هيئه تحكيم تابعه للمحكمه للنظر في هذه المساله، وبعد ذلك سيتم وضع الجدول الزمني الاجرائي وفق القواعد الاجرائيه لمحكمه التحكيم الرياضي. يمتلك المستأنف الاتحاد السنغالي مهله 20 يوم لتقديم مذكره الاستئناف التي تحتوي على الحجج القانونيه. بعد ذلك يمتلك المستأنف ضدهم الكاف والمغرب مهله 20 يوم ثانيه لتقديم رد يتضمن مذكره الدفاع. خلي بالك انا بقول لك 20 يوم و20 يوم 40 يوم يعني شهر و10 ايام. الله، ده هنقعد سنين بقى. لا يا حبيبي، الحد الاقصى من ميعاد تسجيل الاستئناف لميعاد صدور الحكم النهائي من لجنه التحكيم 4 شهور. الله، ده يعتبر زي الطلاق. طيب في هذه المرحله مبكره من الاجراءات مع مراعاه طلب الاتحاد السنغالي بتعليق المواعيد النهائيه. طب هو طلب يعلق، لكن طبعا ده ممكن تقبله المحكمه او ترفضه، ومن خبرتي سيرفض. ده اللي قالته محكمه الاستئناف اللي هي طلعت بيان رسمي من المحكمه. لجوء السنغال لمحكمه التحكيم الرياضي من حقهم على فكره، ده دفعوا 2.5 مليون دولار. دي طبعا في بيسموها رسوم التحكيم وكمان الغرامات اللي ممكن تتحكم بيها من اجراءات التحكيم، فالموضوع مش سهل يعني خلي بالكم في السنغال انتوا واخدين دلوقتي 10 مليون دولار، دول هيرجعوا وهيبقى لكم 4 بس، انت من حقكم 4 باعتبار كنتوا الوصيف والبطل المغرب. فالمغرب يعني واخد 4 هياخد 6 يبقى خد 10، وانتوا بقيتوا 4، انتوا لغايه دلوقتي صرفتوا 2.5 مليون دولار. انتوا مش لاقيين تاكلوا اصلا. طيب وهيتم الاعلان من المحكمه خلاص الاجراء وبدايه الاجراءات بعد ما يتم تعيين لجنه التحكيم. لجنه الاستئناف اكدت اللي في الكاف قرار المكتب التنفيذي، وقالت بمنتهى الوضوح وقالت ايه الاسباب، وسببت على فكره في المنطوق اللي طلعته، يعني طلعت الاسباب في المنطوق. السنغال تعتبر خاسره للمقابله،
3-0 بالانسحاب ويعود اللقب الى الفريق الوطني المغربي. يعني ما فيش نقاش في الموضوع ده. طيب عاوزين نوريكم حاجه ثانيه هنا بقى، اللائحه اللي ده بقى اصل اللائحه اللي انا هقول لك دلوقتي، ده اصل اللائحه. يعني ده مش حاجه بقى من على اليوتيوب ولا حاجه من المواقع بقى، فاهمني ازاي الايه الرياضيه والكلام ده كله، لا ده انا هقول لك اصل اللائحه. تمام. يا جماعه سيبونا في حالنا شويه، احنا بنتكلم على السنغال والمغرب، دوركم جاي. انتوا زي الحلقه اللي بعد دي، لا اللي بعدها اصبروا، ما لا اله الا الله، انتوا ليه مستعجلين على رزقكم؟ حسبي الله ونعم الوكيل، خليكم معايا دقيقه واحده، عندنا مشكله. لا اله الا الله. طيب هنفتحها من حاجه ثانيه، انا مش هغلب، انتوا عارفيني. هنفتحها من حاجه ثانيه، نشوف معاكم كده. طيب ايه دوت ليه كل ده؟ ده مش المفروض يبان ده. طيب هنا دوت ادوبي اكروبات لائحه. تمام، ادي اللائحه، اظبطها معاكم بسرعه. خلاص، دي لائحه الاتحاد الافريقي للمسابقات، يعني دي لائحه رسميه. خلاص، على فكره دي حاجه و50 ورقه يعني، مش هنشوفهم كلهم ما تخافوش. طيب هنيجي هنا معاكم كده، ادي بيقول لك ايه، افريكا كاب اوف نيشنز، ريجوليشن اوف افريكان كاب اوف نيشن. تمام، ودي بقى داخل لك في ايه، في تفاصيل مش هنتكلم فيها، بس هنتكلم على الويزدرو، الانسحاب. تمام، ده اللي هو الايه الواجب ايه يعني ان احنا نركز عليه. تمام، ده البي دي اف الرسمي من الاتحاد الافريقي. هو بيتكلم هنا عن الويزدرو، دي فين الويزدرو اللي هو شابتر 35. تعال نروح بقى لشابتر 35 ونشوف المواد بقى اللي بيتكلم فيها. تمام، وانا كمان جهزت لكم ايه ترجمه عربيه لها ان شاء الله. طيب هنيجي هنا ونمشي مع بعض كده لغايه ما نوصل للماده 82 والماده دي 77 اهي. اهي ده النص الانجليزي بتاعها ال 82 وال 83 وال 84. خلاص هنقرا لكم معاكم دلوقتي النص العربي بتاعها، بس ده من واقع ايه يا فندم؟ ده من واقع الاتحاد الافريقي. خلاص، وده باللغه الانجليزيه ترجمناها لكم بالعربي، هنقراها لكم دلوقتي حالا. ده اللائحه الرسميه للاتحاد الافريقي. طيب نيجي معاكم هنا ونقرا معاكم الشرح هنا اهوت، هات لكم معانا دقيقه واحده. ادي من 83 82 83 و84 مهمين جدا دول. طيب قبل ما بنجهز لك دلوقتي المواد، معلش احنا اسفين، ولكن احنا بنتعرض لحاجات مالهاش اي لازمه. طيب اوكي، اهي المواد اهي. طيب الماده 82 بتقول ايه من الترجمه من الاصل الانجليزي الرسمي؟ الانسحاب من البطوله ينص هذا الفصل على بشكل عام انه اي فريق يعلن انسحابه بعد تاهله للمرحله النهائيه او يرفض اللعب او يغادر الملعب قبل نهايه المباراه دون اذن من الحكم يعتبر خاسرا للمباراه. العقوبه يعتبر الفريق منسحبا وتلغى نتائجه في حاله كان الانسحاب في دور المجموعات او في المجموعات الاقصائيه، فيعتبر خاسرا بنتيجه 3-0 ما لم تكن نتيجه فعليه اكبر من ذلك لصالح الخصم. طيب الماده 83 بتقول ايه؟ التبعات الماليه والتاديبيه الانسحاب يركز في هذا الفصل على العقوبات التي تلي واقعه الانسحاب المذكوره في الفصل 82. الفقره 82 تشمل غرامه ماليه باهظه تفرض على الاتحاد الوطني المعني امكانيه الحرمان من المشاركه في النسخه القادمه من البطوله، غالبا نسختين متتاليتين، وذلك حسب تقدير اللجنه التاديبيه. 3 تحمل الاتحاد المنسحب لكافه الخسائر الماليه التي تلحق بالكاف او الشركاء التجاريين اللي هم كانوا بيسبونسر للبطوله. الماده 84 رفض مواصلات اللعب. هذا الفصل هو مربط الفرس في قضيه اللي احنا بنتكلم فيها، يتعلق برفض اجراء المباراه، رفض فريق السنغال اللعب او الاستمرار في اللعب بعد اعطاء اشاره البدء من الحكم يعتبر خاسرا للمباراه بنتيجه 3-0. كمان بترفع تقرير الحكم ومراقب المباراه للجنه المختصه لاتخاذ عقوبات اضافيه تتجاوز مجرد خساره الخمس نقاط. طيب دي المواد الرسميه اللي موجوده في الاتحاد الافريقي. احنا قلنا ان السنغال لجأت وعملت حق، يعني حقها، معاهم فلوس زياده، دوله غنيه طبعا، انتوا عارفين السنغال، فدفعوا ماشي، ما ردتش بالكلام ده وطعنت، واللي ما كانش قدامهم اي طعن داخلي داخل الكونفدراليه الافريقيه، ان خلاص اخر حاجه انتهت اللي هي لجنه الاستئناف دي على حاجه، فالملجا الوحيد بالنسبه لهم هي محكمه التعس في لوزان. طيب ايه اللي بقى اللي هيحصل؟ كيف سيتحرك المغرب؟ ده عنوان حلقتنا النهارده، وايه النقاط القانونيه اللي هيستند عليها الملف المغربي؟ اولا لازم نريد التاكيد على امر مهم، الاتحاد السنغالي لم يطعن ضد المغرب مباشره، ملوش علاقه بالمغرب، هو الطعن بتاعه ضد الكاف، طلب الطعن ضد قرار الكاف لجنه الاستئناف، وبما ان قرار الكاف في مصلحه المغرب فالمغرب طرف معني بشكل مباشر، ولكن الطرف الاصيل في المواجهه هو لجنه الاستئناف بالكاف، هم اللي عليهم عبء اثبات ليه رفضوا والغوا قرار اللجنه التاديبيه واعتبروا السنغال منسحب وخسران 3-0. المغرب هيتم استدعائه لتقديم حجج واثباتات تدعم القرار الصادر لصالحه. دي بقى ال 20 يوم الثانيه، ال 20 يوم الاولى السنغال تقدم، ال 20 يوم بعد كده الكاف تقدم والسنغال تقدم. هل ممكن المغرب يدي باقوال؟ طبعا. الكاف هو الطرف المدعى عليه الاول الاصيل، والقرار المطعون عليه هو قرار الكاف، المغرب ملوش علاقه بالموضوع. طيب كيف المغرب بقى هيتصرف ازاي؟ هل هيكتفي بس بالدفاع عن استقرار لجنه الاستئناف ام هيبادر بالهجوم باستئناف مضاد في التاس؟ هناك اطراف يعني كثيره ممكن تتدخل في هذا الموضوع، وارد جدا ان يتم فيه استئناف مقابل، ولكن لا اعتقد المغرب هيعمل ده. ليه؟ انا عايز اقول لكم حاجه مهمه جدا، ما فيش حد في البرامج الرياضيه فاهمها، ده شيء قانوني يعني بحت، ده في مجالي انا كمحامي. ايه دور التاس؟ التاس زي محكمه النقض في مثلا مصر. محكمه النقض في مصر بتنظر لكيفيه تطبيق القانون، مالهاش علاقه بموضوع الدعوه، مالهاش علاقه بموضوع الدعوه. في حاله واحده فقط، حكم الاعدام، لو هي يعني ارتأت ان هناك يعني مطعن على الحكم يمكن لها ان تتصدى وتنظر بقى القضيه بتاعت اللي فيها انتهى بحكم الاعدام بس بصفتها محكمه موضوع وتحاكم المتهم من اول وجديد. لكن التاس مالهاش علاقه بالواقع اللي حصلت، مش هتناقش الواقع، يعني مش هيتقال حصل ايه في الدقيقه كام وحصل ايه في الدقيقه كام، لا. التاس دورها تشوف هل طبق الكاف القوانين واللوائح الخاصه بالكاف بطريقه قانونيه من عدمه. يمكن ان تتطرق على سبيل الاسترشاد ببعض الوقائع، لكن مثلا لا تستطيع ان تناقش تقرير الحكم، لا تستطيع ان تغير كلمه واحده في اي تقرير، لا تستطيع ان تتحدث في الوقائع. هي تنظر محكمه التاس الى هل طبق الاتحاد الافريقي مواد القانون ل 82 84 من عدمه، وهل هذه المواد تسمح له بهذا القرار من عدمه. طب احنا شرحنا الموضوع وقتلناه ان السنغال انسحبت
والماده صريحه، عندما تنسحب انت مهزوم 3-0. يبقى برضه لازم تفهم ان التاس ما هياش هتغير من الامر شيء، لن تغير التاس من موضوع الدعوه فقط. هل طبق الكاف القانون؟ الاجابه كمحامي نعم. يبقى لزومه ايه الاستئناف؟ محاوله، زر الرماد في العيون، عدم اراقه ماء الوجه، عندهم ضغط كبير جدا 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 في السنغال، عنده انتخابات رئاسيه رئيس السنغال وحاسس ان الموضوع ده ممكن يؤثر بالايجاب او بالسلب، وغالبا بيؤثر بالسلب. طيب ايه اللي هيحصل؟ طيب خلينا الاول نتكلم في الاجراء القانوني الاول. المغرب هيحاول الدفاع عن القرار لانه مستفيد، لكن من عليه عبء الدفاع عن القرار؟ الكاف. المحكمه من حقها تستدعي طبعا محكمه التاس من حقها استدعاء اشخاص او هيئات تقديم شهادات، لها كامل الصلاحيه حتى تصدر قرار. هل قرار لجنه الاستئناف في الكاف ينسجم مع القوانين اللي حطها الكاف ولا لا؟ يعني بمختصر العباره، او اخواتي المحامين اللي بيشوفوا الكلام ده هيفهموا انا بقول ايه. محكمه التاس هي محكمه قانون وليس محكمه موضوع. مش هتخترع قوانين جديده، مش هتحط ماده جديده في اللائحه انسحاب الا ربع انسحاب الا خمسه خالص. لن تعيد اعاده كتابه اللوائح الافريقيه، هي فقط تنظر هل تم تطبيق اللوائح والمواد وفقا للقانون ولا لا. وده اللي حصل. لن تخترع قوانين جديده خاصه، ولا يعني بيتم تطبيق القوانين اللي موجوده دلوقتي، اللائحه اللي انا وريتها لك، وتحديدا ماده 82 83 84 من قانون المسابقات اللي احنا قريناه مع بعض. الفصول دي واضحه جدا. الفريق الذي ينسحب او يرفض واسطه اللعب يعاقب بخساره المباراه، وبالتالي بموجب هذا الامر يعود اللقب الى المغرب. النهارده السنغال مضطره انها ترجع الكاس، الميداليات، ال 10 مليون دولار، هي هتاخد 4 يعني ترجع 6، ويتم عمل احتفاليه كبرى الكاف اللي هيعملها مش المغرب لتتويج ابطال المغرب ابطالا. وده على فكره قبل 4 اشهر ده هيتم، مش هينتظروا نتيجه التحكيم. ان انا متاكد ان التاس سترفض وقف التنفيذ، وقرار لجنه الاستئناف واضح واجب النفاذ. النهارده تاخر السنغال على تقديم الكاس والميداليات ممكن يكون في عقوبات شديده جدا ماليه واداريه، ومنع من دخول البطوله 3 دورات يعني قادمه، واحتمال كبير ان تمنع من اللعب في كاس العالم. يعني ساديو ماني مش هتشوف كاس العالم، رجع الكاس احسن لك. طيب هل قوانين الكاف حاسمه؟ سؤال. طبعا واضح جدا في اللوائح ان يعني قرارات لجنه الاستئناف حاسمه وواجبه النفاذ فورا. المحكمه هتطلع على الملف وتشوف الاول مكتمل اجرائيا، وبعد كده تبدا المعالجه. اللوائح واضحه، 21 يوم تطعن بعد صدور القرار لجنه الاستئناف، وده حصل. يعني 17 مارس هم في خلال 21 يوم عملوا الطعن. طيب سؤال، كم يستغرق من الوقت البت في هذه القضايا في التاس؟ المده لا تتجاوز باي حال من الاحوال 4 شهور. تشمل كل حاجه، تشمل 20 يوم بتوع السنغال وال20 يوم بتوع الاتحاد الافريقي الكاف والمغرب، خلاص، وان هم يدوا قرار. اذا تجاوزت المده ذلك ال4 شهور يحق لرئيس الغرفه، غرفه التحكيم يعني اللي هي تاس، سحب الملف من المحكمين واحالته لهيئه اخرى، ويمكن فرض عقوبات تاديبيه على المحكمين بسبب التاخير. فموضوع التاس مش حاجه هتقعد سنين زي ما ناس كتير بيتكلموا، وزي ما ناس كتير طلعوا، وللاسف الشديد يعني في شويه يوتيوبر مصريين، يعني اولا ما هماش مؤثرين، هم اصلا يعني توافه، بداوا يتكلموا باسلوب بايخ وفرحانين واتقبل الاستئناف وهنرجع نعمل حفله تاني. الحفله هترجع ايه؟ حفله ايه؟ الموضوع منتهي، الكاس سوف يكون في الجامعه الملكيه قريبا جدا. طيب برضو حجج قانونيه اللي هو يعني بيعتمد عليها المغرب في الماده 82 ماده 84 اللي ما فيش فيها مجال للتاويل، مجرد ان يرفض فريق اكمال اللعب في المباراه ويغادر الملعب، وده اللي حصل. حتى قال لك ساديو ماني ما غادرش، لا غادر. ساديو ماني خرج من الملعب وراح اوضه اللبس ينده لهم، يبقى غادر، يبقى نتيجه تلقائيه 3-0. المحكمه هنا مش موجوده عشان تتكلم في الموضوع ولا تحديد النوايا ولا تتكلم في الواقع نفسها. الواقع موثقه في تقرير حكم المباراه والمراقبه، وموثقه من 800 كاميرا. المغرب هتقدم التسجيلات، ده غير نتفليكس كانت موجوده، وغير الاف بي اي كان موجود، يعني كل الموضوع كان يعني هناك الكثير من شهود العيان. كمان يعني برضو هيبه الكاف وهيبه المسابقه، ماده 83 بتقول اي قرار بخلاف فوز المغرب هيفتح باب الفوضى في البطولات الافريقيه الجايه. اي حد يلاقي نفسه مغلوب او ان هو مش هيقدر يكسب، انسحب واعمل الفرتينه اللي حصلت قدامنا دي. اي فريق يرفض النتيجه ويغادر الملعب ويطالب باعاده المباراه، لا طبعا، لابد يعني الضرب على وتر الاستقرار القانوني والتي تحرص عليه محكمه التاس. دي اعلى محكمه رياضيه في العالم. كمان بقى يعني المغرب هيدفع بان قرار لجنه الاستئناف في الكاف هو قرار سيادي اتخذ بناء على اللوائح المصادق عليها ووقعت عليها السنغال مسبقا، يعني السنغال ماضي على هذه اللوائح وتعهدت بان تلتزم بها. طيب برضه اسئله يعني مشروعه. هل التاس تمتلك سلطه تقديريه لالغاء تقرير حكم المباراه مثلا او المراقب اللي اثبت حاله الانسحاب وفقا للماده 84، ام ان دورها فقط التاكد من سلامه تطبيق القانون والاجراءات؟ هرد على السؤال ده واقول لك التاس محكمه قانون وليس محكمه موضوع، لن تتناقش في الوقائع. النقاش القانوني في لجنه التحكيم هل نفذت لجنه الاستئناف مواد القانون ولائحه المسابقات ماده 82 84 من عدمه فقط. طيب ممكن السنغال تيجي تقول لك ايه؟ القوه القاهره، فورس ماجور، ظروف استثنائيه. مفيش الكلام ده، ماده 82 صارمه، لا يوجد اي مبرر تقني او اداري يعلو فوق نص صريح يعتبر مغادره الملعب خساره تلقائيه 3-0. كمان احنا يعني المغرب السنغال بيطلب تعليق المواعيد اللي هي ايه؟ تسليم الكاس يعني، ده مردود عليه. سوابق المحكمه الرياضيه التاس بترفض شق الاستعجال، انها تنظر فقط تطبيق القانون، ما بتنظرش الموضوع. طيب السياده القانونيه، يعني قبول الطعن السنغالي وموافقه عليه والغاء قرار لجنه الاستئناف في الكاف، ده هيهدد استقرار لوائح كاف. لا، اللوائح دي الموجوده 116 ماده، دول موجودين في 54 صفحه واللي احنا واخدين عليهم وماشيين عليهم بقالنا سنين. دي موضوعها ايه؟ ده حكايه ايه معاكم؟
ده يعني سؤال، يعني ما الذي يعني يضمن للناس بعد كده انها تتعامل مع الاتحاد اذا كانت يعني اللوائح لا تحترم؟ سابقه خطيره قد تهدد استقرار لوائح كاف. يعني موضوع مهم جدا ودايما التاس بتحرص عليه ان تستقر القوانين واللوائح. فموقف السنغال ضعيف جدا. يا دي البلاغات، بلاغات ايه بس في التيك توك؟ بتعملوا بلاغات عليا، انا قلت ايه عليكم؟ دوركم جاي، اصبروا. طيب، نقاط الضعف في موقف السنغالي. السنغال بتشتكي بتقول ان القرار صدر منطوق بس، اوبريتيف اونلي، عايزين هم الحيثيات يعني. وده بيعني ان الكاف يعني واثق جدا ان الماده 82 و 84 لا تحتاج لوقت طويل لصياغه الحيثيات، وهو وضع السنغال في موقف الباحث عن ثغره يعني شكليه فقط وليس موضوعيه. محكمه التاس هترفض طلب وقف التنفيذ. عيب الاثبات على مين هنا؟ عيب الاثبات في محكمه التاس وفقا للقاعده القانونيه الراسخه، البينه على من ادعى. السنغال هي اللي بتقول الكلام ده، يبقى عليها تثبت ان الماده 84 طبقت بشكل خاطئ. مفيش مجال لقبول هذا الاستئناف. هذا الاستئناف ولد ميتا، ولد مبتسرا، زيه كده زي جماعه البوليزاريو ولدت مبتسره. بينما موقف المغرب وموقف الكاف في موقف افضل كثيرا من الناحيه القانونيه، انهم بيستندوا الى ايه؟ نصوص قانون صريحه، مواد قانونيه لا تحتمل التاويل. اللي يخرج بره الملعب يبقى منسحب. تخرج بره الملعب انت منسحب وتنتهي المباراه بخسارتك 3-0. اما بقى الكلام الهبل اللي انا بشوفه وللاسف الشديد يعني المصريين اللي بيقولوه، اللي هم ساعيين على الشهره، لان خلي بالكم في دلوقتي في اليوتيوب النهارده، باعتبار ان انتم من اكثر الناشطين في اليوتيوب، اي هاشتاج مكتوب فيه مغرب بيتشاف. فاي حد بيشتم في المغرب الفيديو بتاعه بيتشاف. فهو شايف ارقام بتعلى عنده ومشاهدات بتعلى عنده، فبيزيد بقى ويعلي. لا في مصداقيه ولا في شرف ولا في امانه ولا في اي حاجه ولا في اي ادب اصلا. دي قله ادب اللي بيتقال ده. عفوا اشقائنا في المغرب مما فعله السفهاء منا. انا بحبكم في الله، ودي كانت حلقه سريعه نتكلم فيها على الموقف القانوني، وان شاء الله هنتابع معاكم وهنعمل كمان حلقه على العقوبات المنتظره السنغال والاتحاد الكره في السنغال ان لم يسلم الكاس والميداليات وال10 مليون دولار. ان شاء الله نلتقي معكم في حلقه قادمه. انا بحبكم.